أنا مغترب وعايش في السعودية، والدنيا ماشية حلوة والحياة جميلة. امبارح بقى حصل معايا موقف مش قادر أنساه وهيموتني من الضحك. كنت سايق العربية والدنيا كانت زحمة شوية، وفجأة العربية اللي قدامي وقفت وأنا كنت سرحان، ورحت خابط اكسدام العربية اللي قدامي خبطة خفيفة كده. أنا هنا قلبي وقع في رجليا علشان الإقامة بتاعتي منتهية. نزلت من العربية وأنا متوتر وبقول لازم أعتذر للراجل وأشوف إزاي أعوضه. وكانت أحلى صدفة في حياتي لما طلع مصري زيي، ولقيته بيقول الحمد لله جيت سليمة ما تقلقش، وباص حواليه وقرب من ودني وقال لي بيني وبينك أنا إقامتي منتهية، خلينا نمشيها. ضحكت وقلت له ولا يهمك، أنا كمان إقامتي منتهية. كنا بنهزر وبنضحك بقى وهنكمل اليوم عادي، لكن فجأة لقينا واحد سعودي محترم جاي بيجري علينا وهو بيقول الحمد لله إنكم بخير يا شباب، أنا اتصلت بالشرطة والإسعاف جايين في الطريق. أنا والراجل بصينا لأخونا السعودي نفس البصة اللي معناها أنت عملت فينا إيه، وقلنا له ملوش داعي. يا لهوي ده إحنا لازم نمشي علشان متأخرين على الشغل. وكل واحد فينا ركب عربيته واختفينا من المكان، ومن ساعتها وأنا مش قادر أبطل ضحك.